كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام على الأبيات الأولى من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المنظومة الجزرية في علم التجويد التي جعلها الإمام ابن الجزري رحمه الله مقدمة لقصيدته التي أودعها جل أحكام التجويد. وآخر هذه الأبيات بين ابن الجزري الأمور التي يجب على قارئ القرآن أن يعلمها قبل أن يبدأ ويشرع بتلاوة القرآن، وهي مخارج الحروف العربية، صفات الحروف العربية، كيف كانت العرب تنطق الحروف في زمن النبوة، وأيضا أمر ثان هو الوقف والابتداء، لابد من معرفة أين أقف وأين أبتدئ، لأنني إن لم أعرف ذلك قد أغير المعنى إن أسأت الوقف أو أسأت الابتداء. وأمران ملحقان بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، الأمران هذان الأخيران يتعلقان برسم المصاحف أو رسم المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ منه في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عدة نسخ، وأرسلت إلى بلدان المسلمين، وقيل للناس اقتدوا بهذه المصاحف واتبعوها. فهذه المصاحف علينا أن نتبعها في أمور تلزم قارئ القرآن. الأمر الأول ما رسم في تلك المصاحف مقطوعا وما رسم موصولا. بعض الكلمات مثلا، خذوا مثلا كلمة من ما، هاتان كلمتان، من لوحدها وما لوحدها، لكن من كثرة مجيئهما خلف بعضهما الناس تقول مما، فكانت العرب أحيانا تكتبها موصولة، يكتبونها كلمة واحدة مما، وأحيانا يكتبونهما كلمتين من ما. ففي المصحف الشريف جاءت أحيانا موصولة وجاءت أحيانا مفصولة مقطوعة عن بعضها، فعلى قارئ القرآن أن يتبع ذلك عند تلاوة القرآن. لذلك قال ابن الجزري: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها أي في المصاحف العثمانية. ثم قال رحمه الله عن المسألة الخامسة والأخيرة: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كلنا يعلم هاء التأنيث، نقول الجنة، فطرة، رحمة، نعمة، هذه التي هي هاء التأنيث تلحق الأسماء للدلالة على أن هذا الاسم مؤنث. وأغلب العرب في زمن النبوة يعاملون هذه الهاء في الوصل تاء، فيقولون مثلا رحمة الله، وإذا وقفوا يقولون رحمة، ففي الوقف يحولونها إلى هاء وفي الوصل ينطقونها تاء. لكن بعض القبائل العربية كانوا يعاملون هذه هاء التأنيث تاء في الوصل وفي الوقف أيضا، ففي الوصل يقولون رحمة الله وفي الوقف يقولون رحمة. وإلى عصرنا هذا بعض العرب هنا في الجزيرة العربية كأهل منطقة الرياض وما حولها يعاملون هذه هاء التأنيث تاء، فنجد أحدهم يقول الصلاة ويقول الزكاة، ولا يقول الصلاة بالهاء ولا يقول الزكاة بالهاء، يقولون هاتين الكلمتين بالتاء وصلا ووقفا. فنرى اللوحة الأخيرة التي عرضناها في الحلقة الماضية والتي كنا قد استعجلنا فيها قليلا لضيق الوقت، نراها الآن. قول الجزري رحمه الله: محرر التجويد والمواقف، أي يجب عليهم أن يعلموا ذلك حالة كونهم محرر التجويد والمواقف. التجويد يعني المخارج والصفات، والمواقف يعني الوقف والابتداء. ثم قال: وما الذي، يعني هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أو هنا نعتبرها زائدة مؤكدة لأنه ذكر الذي، نقول والذي يعني رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها يعني في المصاحف، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لبيان أنها هذه هي هاء التأنيث. فنرى على اللوحة: أي لازم على قارئ القرآن أن يكون عارفا
ببابين من أبواب علم رسم المصاحف لتعلقهما بتلاوة القرآن الكريم، وهما أولا باب المقطوع والموصول، وثانيا باب ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. هذا إخوتي الكرام كلام مجمل سنأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى عند شرحنا للأبيات التي تناسب هذا الكلام في بعد أن ننهي أحكام التجويد من مخارج وصفات وما إلى ذلك والوقف والابتداء. سوف نأتي على قول ابن الجزري: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، إلى آخر الأبيات التي ستأتي معنا بالتفصيل. لكن هذا كلام مجمل الآن.